المفروض انت طلعت بحر ولا بر ولا جو ولا جاي راكب حماره ولا مؤاخذه من البلد. المفروض انت جاي طالع عشان تعمل مستقبل. مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي انا بقيت 9 وبعمل جولات في اماكن سياحيه علشان اقابل اشخاص مصريين. فوانا ماشي هنا بقيت 9 قابلت راجل مصري محترم بقاله كتير جدا في فرنسا. فيلا بينا نساله عن الغربه والاحوال في فرنسا من الواقع للواقع مع اقوى برنامج في فرنسا، لقاء مع مغترب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك بالك قد ايه في فرنسا؟ يعني تقدر تقول من 2002 يعني. اسم حضرتك؟ سالم الشافعي. حضرتك منين من مصر؟ انا المحافظه الغربيه. اهلا بيك. عاوز اسال حضرتك سؤال حيوي جدا. ايه رايك في الغربه وايه نصيحتك للشباب؟ وهل في استغلال ونصب على المصريين هنا؟ وهل فعلا احنا كجاليه بنقف جنب بعض ولا لا؟ وايه النصيحه اللي ممكن تقدمها ليا ولاي شاب جاي جديد بما ان حضرتك بقالك تقريبا 20 سنه في فرنسا؟ والله بالنسبه للناس اللي بتاكل حقوق الناس، صوابعك مش زي بعضها. في ناس كويسه ولاد حلال، وفيه ناس انا في تصوري خارجين عن حيز الادميه، ما ينتسبوش للادميه في اي حاجه. يعني بياكل بجبروت، بياكل علشان يقولوا ده عمل، بياكل عشان ولاده يقول لك ده احنا ابونا عمل، بياكل عشان يقول لك ابن فلان عمل. وللاسف الشديد من نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. فالموضوع مش موضوع مين عمل فلوس، الموضوع مين عمل بالحلال. يعني انا اعمل بالحلال ورزقي يبقى قليل في الدخل. لكن في ناس بتدخل فلوس كتيره جدا، ولكن والعياذ بالله يعني من طرق غير مشروعه، والكل عارف الكلام ده، وكلنا الحمد لله يعني عارفين بيجيبوها منين. عشان يقول لك فلان جاب عربيه، فلان بنى بيت، فلان اشترى ارض، فلان. وده كله بيصب